مظاهرة هي الثانية في غضون يومين تشهدها نواكشوط للتنديد برسم مسيء للرسول نشرته صحيفة شارلي إبدو الفرنسية. طالب خلالها آلاف المحتجين بقطع العلاقات مع فرنسا، طرد السفارة الفرنسية، ونطالب بقطع العلاقات مع فرنسا، ونطالب بأن نطالب بقطع العلاقات فورا مع هذا الطواغيت الكفرة الفجرة. نريد قطع علاقات معهم. المظاهرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من عدة مناطق في العاصمة توجهت نحو القصر الرئاسي، حيث استقبلها الرئيس الموريتاني وألقى كلمة قصيرة. أنا لست شارلي ولا كل بني، أيضا أنا مسلم، ونحن هنا في الجمهورية الإسلامية كلنا مسلمين. كانت السلطات قد رخصت للمظاهرة المنظمة من طرف منتدى الأئمة والعلماء، وشاركت فيها أطياف واسعة من المجتمع. صاعدين السفارة الفرنسية، سفارة العصاة والنصارى واليهود يحطمهم ويخليهم يدمروا. المحتجون حاولوا الوصول للسفارة الفرنسية، فأوقفهم الأمن الموريتاني الذي أغلق جميع الشوارع المؤدية لمباني السفارة، فأحرق المحتجون العلم الفرنسي كرسالة احتجاج.